ماتش الاهلي والمقاولين اللي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-1. كان في شويه تفاصيل بسيطه محتاجين ان احنا نتكلم عليها. الماتش كان مهم وكان لازم نكسبه تحت اي ظرف من الظروف، باداء حلو باداء مش حلو، كان لازم نكسبه. يعني ما يهمناش غير ال3 نقط، بس برضو ما يمنعش ان احنا مفتقدين لمسات الاهلي اللي كانت من زمان، روح النادي الاهلي اللي هي لحد الدوري اللي فات. احنا مفتقدين الكلام ده كله. احنا عايزين نشوف الاهلي اللي احنا طول عمرنا عارفينه ومتاكدين ان هو فريق مرعب. انا على يقين وعندي قناعات ان النادي الاهلي احسن فريق في افريقيا. حصل اللي حصل، حصل ضربات وقعات، هيفضل في نظري النادي الاهلي هو اقوى فريق في افريقيا. يا جماعه والله يعني الواحد مش عارف يقولها ازاي. ده في فرق يعني في الدوري المصري وبره الدوري المصري كانت بتصلي وتدعي ربنا كده وهي جايه تلعب النادي الاهلي ان هي تتعادل معاه، ويوم ما كان بيحصل ويتعادلوا معاه يعني ده كانوا يعني اقول لكم ايه، كانوا بيعملوا حاجه سبيل، كانوا بيوزعوا لحمه من كتر ما هم مش مصدقين ان هم يعني يتعادلوا مع النادي الاهلي. زي ما قلت لكم، يعني الماتش ما كانش احسن حاجه في الفنيات، ولكن ال3 اهداف هم احسن حاجه في المباراه. محمود حسن تريزيجيه، امام عاشور، حسين الشحات. محمود حسن تريزيجيه بيمارس هوايته في احراز الاهداف من ساعه ما جه وبقى معانا في النادي الاهلي من اول وجديد. امام عاشور بيمارس تالقه اللي هو بنص مستواه فعلا وعامل اللي عامله ده. امام عاشور لو بكل مستواه يا جماعه الموضوع هيبقى رايح في حته تانية خالص، يعني هيبقى كده حماده وهيبقى حماده تاني فعلا لو رجع لكل مستواه والتزم. نتكلم عن حسين الشحات. حسين الشحات فعلا نينجا. الراجل ده لعيب كبير جدا. انا ما اعرفش ليه المدرب ما بيديلوش يعني الوقت اللي يستحق ان هو يلعبه. حسين الشحات لعيب كبير. حسين الشحات كتير كان بيفك طلاسم لماتشات مهمة جدا في الدوري المصري وفي افريقيا وبره افريقيا كمان. حسين الشحات نجم النجوم. حسين الشحات ما يقعدش القعدة دي. انا شايف ان هو محتاج وقت اكبر من كده، هيثبت وهيدي اكتر من كده. السلبيات، انا طبعا هتكلم عن السلبيات زي ما بتكلم على الايجابيات، لان طول عمر الاهلي معلمني ان هو بطل، اتربيت عليه وهو بطل، اتربيت عليه وهو وحش افريقيا وزعيم افريقيا. بالتالي لما يحصل ضربات هنتكلم، احنا مش هنعمل زي فرق تانية ممكن تكون بالنسبه لها مش مشكله ان هي تتكلم على السلبيات اللي في فريقها، بتشجع في كل الاحوال. وانا شايف وان كان ان الموضوع ده مش مظبوط ومش سليم، وبختلف مع ناس كتير في الموضوع ده. طيب انت امتى هتكون كويس ولا تحسن من نفسك؟ هتحسن من نفسك لما تلاقي حد بيقول لك لا انت النهارده ما كنتش كويس، النهارده ما كنتش احسن حاجه. لو انت النهارده على طول سواء بتلعب حلو بتلعب وحش، اداك حلو اداك وحش، وبيتقال لك مثلا الله انت عالمي، انت نجم النجوم، انت حلو، حتى لو كنت بتلعب وحش، طب انت هبص لنفسي ازاي؟ انا كده شايف نفسي حلو على طول، شايف نفسي بالوحش اللي انا بعمله قدام جمهوري حلو على طول. لا، احنا النادي الاهلي علمنا الصراحه في كل حاجه، حتى الصراحه في اعلام النادي الاهلي. اعلام النادي الاهلي نفسه لما بيكون النادي الاهلي مش احسن حاجه بيبتدي ان هو يركز على السلبيات، بيتكلم فيها، بيقول الوضع واحد اتنين تلاته، بيقول احنا مش احسن حاجه. فلازم يا جماعه نتكلم عن السلبيات. السلبيات بتقول ان الجماعيه مش موجوده في النادي الاهلي بقى لها فتره، ولازم نركز على ده لان ده ظاهر واضح. وقت بقى ان انا اتكلم في حاجه والله انا يعني انا ما بحبش اتكلم فيها. انا واحد ما بيحبش ولا شماعات ولا اعذار ولا الكلام ده، ولا النادي بتاعي اللي انا بشجعه مخليني مثلا ايه اتطرق للكلام ده خالص. بس يعني ايه، انا لازم اتكلم فيها لان هي حاجه غريبه شويه، غريبه شويتين ثلاثه كمان. القتاليه اللي بيلعب بيها اي نادي قدام النادي الاهلي، انا ما شفتش كده في حياتي. ايوه طبعا انت لازم تعمل زون ديفenس ولازم تعمل كل الكلام ده، بس انا بشوف قتال ما بشوفوش غير قدام النادي الاهلي بس. الاقي اللعيب مش بيعمل تاكلينج على لعيب النادي الاهلي، لا ده هو بينط كله بجسمه كانه شغل فدائيين، يعني شغل فدائيين بجد يعني. انا نفسي بس المسطره تبقى واحده عشان الدنيا تمشي كويسه والله، بس ولا زياده ولا اقل. وطبعا انا مش هكون متضايق من حاجه زي دي ان المسطره تبقى واحده، بس انا برضو يعني في فرق على فكره هجومها حلو برضو، مش هجوم الاهلي بس يعني اللي حلو، لا ده في فرق كتير جدا برضو هجومها حلو. انا بتنزلوا قدامهم فاتحين ما شاء الله الملعب وفاتحين مساحات قد كده، يعني ايه، حاجه غريبه برضو يعني، حاجه بستغرب لها والله. الفيديو اتمنى ان انت تتابعوني على القناه علشان اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. الكلام اهلاوي والرد دايما في الملعب.